ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. معاكم دكتور فارس نشأت، وباذن الله رب العالمين النهارده هنتكلم عن سر تنظيم الوقت في ثانويه عامه او دليلك الشامل عشان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعدي 95% وتفرح اهلك ان شاء الله رب العالمين. اول كده حاجه خلينا مبدئيا ما تنساش تدعي لي عشان انا تعبان وزي ما انت شايف على وشي، ولكن انا ما نسيتكوش وان شاء الله يعني نكمل معاكم. اول حاجه كده ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. اكتب تحت في الكومنتات صلي على سيدنا محمد او اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساش تنضم لجروب التليجرام لثانويه عامه، هتلاقيه في الوصف في اول تعليق مثبت دون حرفيا في كل حاجه لثانويه عامه. خلينا نبدا كلمتنا دلوقتي ونقول بسم الله. اول حاجه كده خلينا مبدئيا اقول لك سر التنظيم حرفيا في ثانويه عامه بيبدا من دلوقتي، ان انت ما تراكمش. يعني انت دلوقتي لو بدات تراكم فدي اكبر خطر او مصيبه حرفيا انت عملتها. فخليني اقول لك انت لو دلوقتي ماشي مع المدرس اللي بياخده او اللي انت بتاخده بتراجع اول باول فانت كده باشا. كمان حاجه بقى عاوز ازود عليك او ازيد عليك شيئا، هو ان انت مثلا خدت الدرس الاول في مثلا في الفيزياء، ودلوقتي مثلا النهارده خدت الدرس الثاني، جيت قبل ما تاخد الدرس الثاني رجعت على الدرس الاول وبعدين دخلت في الدرس الثاني، كده انت عظيم جدا. ليه بقى؟ لان انت لما راجعت الدرس الاول تاني وبعدين خدت في الدرس الثاني عمرك كده ما هتنسى الدرس الاول. وكذلك لما تاخد الدرس الثالث، لما تاخد الدرس الثالث ترجع على الدرس الاول والثاني وتبص على الحل وتبص على الاسئله. فانت كده حتى لو 10 دقائق كل مره انت كده بتوفر عليك مجهود مراجعه نهائيه بياخد من الطلبه الاف الساعات والاف الوقت والمجهود، فانت كده بتوفر على نفسك كتير جدا. النصيحه دي ما حدش يقول لك، ولكن انا بقول لك من دلوقتي. كذلك برضه في الكيمياء، انت وصلت مثلا دلوقتي الدرس الثالث او الرابع خدتهم وتمام، تعالى بقى هات الدرس الاول والثاني. انت مثلا خدت النهارده الدرس الرابع، هات الاول والثاني والثاني، بص فيهم، ما بقول لك ما تحفظهم، بص فيهم. العين فيها حاجه اسمها ذاكره بصريه، فانت كل ما تبص فيهم انت كده اصلا حفظتهم وبقيت باشا فيهم. طيب تاني حاجه النهارده باذن الله اقولها لك، انت بدات تغوص في المنهج. يعني انت دلوقتي خلصت مثلا ولله الحمد، خلصت مثلا اول درسين فيزياء، اول درسين كيمياء، اول مثلا درسين في النحو وفي العربي، فانت كده بدات تغوص. مش زي انت بادئ في شهر 8 برضو، انت بدات المركب بدات تتحرك، في حاجه بتتحرك اهو. طيب عشان بقى تبدا ان انت تمشي صح، تعالى من اول شهر 9، من اول يوم 1/9 اعمل نفسك نوتة، اكتب مثلا النهارده انا ورايا الدرس الاول فيزياء، الدرس الاول كيمياء، الدرس الاول احياء، وهكذا. لما انت تعمل كده وتنظم نفسك، خصوصا يعني انت مش شرط تمشي على النوتة دي او مش شرط تمشي على التاسك دي اللي هو في اليوم بيوم، ولا انت ممكن تعمل تاسك اسبوعي هيكون احسن ومش شرط ملزم يعني، وتحط لنفسك هدف اسبوعي. يعني مثلا لما اخلص التاسكات دي كلها، والله مثلا اخلص الفصل الاول كيمياء، الفصل الاول فيزياء، الفصل الاول احياء، راجع مثلا اول وحده نحو، او مثلا لما نبدا في الانجليزي اول وحده انجليزي. لما تحط لنفسك الاهداف دي كلها كطالب ثانويه عامه وتيجي تحط في نفسك مثلا برضو تحت خالص هدف، يعني هخلص الحاجات دي وهكافئ نفسي ان انا هتفرج على ماتش كوره، كده انت هتنجز الاهداف دي. لو انت حطيت لنفسك هدف اسبوعي هتنجز الاهداف دي. طيب مش هتحط اهداف مذاكره وضغط، لان العلم بيبقى صعب اكتسابه. حتى كان على سيدنا موسى و في سوره الكهف القصه المعروفه، قال سننبئك بتأويله ما لم تستطع عليه صبر. يعني العلم محدش يستطيع عليه انه يصبر عليه، فانت عشان كده اللي بقول لك لما تحط لنفسك تاسكات حاول تحط لنفسك هدف مفرح. هتفرج على ماتش كوره، هروح العب حجز كوره، هروح اتفرج على مسلسل. الحاجه دي تكون هدف ساعه ساعتين، ولا هي تشغل وقتك ولا هي هتبوظ عليك دنيتك. طيب خليني دلوقتي برضو اقول لك من باب النصيحه، ان انت لما تيجي تحل دلوقتي بلاش تفتح الاجابات جنبك عشان انت بتخدع نفسك. انا حليت وانا تمام، ولكن انت في نفس الوقت انت مش كويس خالص. ليه؟ لان انت كده جايب الاجابات من ورا، وانت اقنعت نفسك ان انت حليت كويس وجبت 10 من 10 او 100 سؤال جبت فيهم 100 درجه، فده مش صح خالص. انت اقفل الاجابات خالص، اقفل الاجابات خالص وخليها جنبك. طيب اول لما اخلص الحل ابدا افتح الاجابات، حتى لو غلطت في ال 100 نقطه مش مشكله، ولكن الهدف اللي احنا نطلع غلطت في النقطه دي ليه؟ عشان كذا كذا كذا. اجيب كراسه كبيره او كشكول كبير وابدا انا غلطت في النقطه دي عشان كذا، واكتب المعلومه جنبها. اجي في اخر السنه ابص على الاهداف دي او ابص على الاسئله دي، هتلاقي نفسك عليت من مستواك. كل ما تحل كتير كل ما تكتسب خبره، وكل ما يكون عندك يعني تكون سابق زمانك بخطوه زي ما بيقولوا يعني. طيب ما تنساش تصلي على سيدنا محمد. طيب خلينا دلوقتي اقول لك على حاجه، بما انك وصلت هنا في الفيديو فانت كده باشا قوي. تاني حاجة عاوز اتكلم عنها فيديو النهاردة، حاجة شاغلة بالي جدا، السوشيال ميديا ابعد عنها لو انت طالب ثانوية عامة يعني. خصوصا بلاقي كتير قوي من ثانوية عامة موجودين على التيك توك وموجودين هنا وموجودين هنا. طب انت قاعد بتعمل ايه؟ ده حرفيا مستقبلك انت بتضيعه.
ماشي عندك ظروف، او انت مسافر، او والدتك تعبانه، او والدك تعبان، او ظروف عائليه، او مشاكل في الزواج، او ابوك منفصل عن امك، كل الحاجات دي معروفه، دي الاعذار تتحط لطالب ثانوي عام. ولكن انت مش حالتك تمام، والعيله مستقره، وماديا كويس، كل حاجه والظروف كلها مهيئه لك ان انت تذاكر، وانت اللي في نفس الوقت بتضيع المذاكره. انت هتندم على ده حرفيا في اخر السنه. ولكن احنا لسه ما بدأناش، عشان انا بقول لك عشان كده بلحقك من البدايه قبل ما تنزل في الضياع، فبلحقك دلوقتي عشان تبدأ ان انت تنظم وقتك وتمشي على حاجتك وتخلص كل حاجه اول باول. انت دلوقتي عندك فرصه انك تحل على الدرس مش من كتاب، لا من كتابين ومن ثلاثه، وخصوصا الفتره دي انت مش مضغوط قوي، فانت لما تحل على الدرس من كتابين ومن ثلاثه هتكتسب افكار كتير في اول السنه، فده هيخليك اصلا سابق بخطوتين ثلاثه. تيجي في اخر السنه تيجي تبص على افكار، لا انا حليت الفكره دي قبل كده، لا انا بصيت على الفكره دي قبل كده، قابلتني فكره زيها مشابهه، فانت كده سبقت بخطوه حرفيا. خصوصا الفتره دي مش مضغوط، فانت استغل الوقت اللي انت مش مضغوط فيه انك تحل على الدرس. مثلا لو الدرس اول كيمياء مثلا نفترض، حل عليه مثلا من كتاب الامتحان، من كتاب اندليف، من كتاب الايزو، انت كده كسبت افكار. تيجي في اخر السنه، في اخر السنه بيكونش بالدرس، بيكون بالفصل، فانت لما تيجي تحل هتلاقي نفسك حليت الافكار دي قبل كده مره واتنين وثبت بخطوه. ودون كله في آية، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كمان حاجة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، خصوصا ان انت لو اتقيت الله في مذاكرتك وفي اهلك وفي الفلوس اللي بتدفع في الدروس، واتقيت ربنا في كل حاجة انت بتعملها وصليت وقربت من ربنا، ده حرفيا هيوفر عليك السكة. مش هقول لك بقى انك هتذاكر بالساعتين بال100 يوم، لا انت هتوفر عليك السكة كتير لو انت اتقيت ربنا في اللي انت بتعمله، وعملت عملك باتقان، وذاكرت الدرس بما يرضي الله، وحليت على الدرس بما يرضي الله، وسمعت الدرس بما يرضي الله، وذاكرته مرة واثنين وثلاثة، فانت كده حرفيا ثبت بخطوه. وكمان ربنا هيجعل لك مخرج، سواء ليله الامتحان، سواء في يوم الامتحان، او في وقت اللجنه، خصوصا في يوم النتيجه، خصوصا يوم التنسيق. فاتقي الله من دلوقتي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بلاش تكلم بنات، بلاش 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 تعمل معصيه في ثانويه عامه، عشان انت اللي حرفيا هتشيل الشيل. وبس كده، السلام عليكم.